دي ان اي مساء الخير. انتم مش معودين علينا يوم السبت، انما خطاب امين عام حزب الله حسن نصر الله امبارح مهم، ما بيحمل ينطر للتنين، لازم نحكي فيه هلا. الحقيقه بخطاب امبارح لنصر الله لفت انتباهي شيء كثير اساسي، كثير اساسي، بركي بينطبق على الخطاب، على عموم الخطاب. الاستنتاج انه ما ممكن نكون عايشين نحن ونصر الله بذات الكوكب او عم نتابع ذات الاخبار، لا يمكن. حتى ما ممكن نكون عم نتابع ذات الممانعة. سبب الخطاب كان اليمن، أحداث اليمن. طيب خبرنا شو في باليمن؟ ماذا بدأ من هؤلاء حتى تعلن الحرب عليهم وتحكموا عليهم بأنهم يهددون أمن السعودية وأمن الخليج وأمن باب المندب وأمن البحر الأحمر والمشاكل. إنه ليش رايحين تعملوا حرب باليمن؟ الحجة هي أن اليمن أصبحت محتلة من إيران. الهيمنة الإيرانية على اليمن، التدخل الإيراني في اليمن، خلاص اليمن صار إيران لا تتدخل في اليمن. كذبة كبيرة، كذبة كبيرة. إيران عم بتنافس سويسرا بالساعات، عم تركب ساعات سويسرية ما لها علاقة باليمن. وين في خطر على أمن الخليج؟ وين في خطر على باب المندب؟ كذبة كبيرة هيدي. وين في خطر على دول المنطقة؟ كذبة كبيرة هيدي. جيبوا لي دليل، بدي دليل. كذبة كبيرة هيدي. ولا تكرم عينك، أنت تدلل، بدك دليل؟ تفضل. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي الشمخاني أن بلاده منعت سقوط بغداد ودمشق وأربيل بأيدي متطرفي داعش. الشمخاني أعلن خلال مراسم تدشين المدمرة داماوند التدريبية أن إيران باتت على ضفاف المتوسط وباب المندب. خيادة شمخاني فشيخ وكذابة، كذبة كبيرة، كذبة كبيرة. ما بعرف إذا عم تحكي مع الإيرانيين، إذا عم تسمع شو عم بيقولوا. يعني ما معقول يكون في مسؤول إيراني عم يحكي عن 4 عواصم محتلة بيناتها صنعاء وعن باب المندب تحديدا، وتجي تخبرني انه جيب لي دليل على الخطر الإيراني على باب المندب. كيف يعني؟ انا بدي اجيب لك دليل او انت بدك تجيب لي تطمين؟ اللي عم بيعمل لك بريفنج اعلامي وسياسي لازم اليوم ينشحط، الليله لازم تشحطه. مش معقول يعني، يا اما ما عم بيخبرك، يا اما عم بيخبرك وانت ما بدك تعرف، في شيء غلط. هذا كلام إيراني واضح، في مشكلة تواصل بينك وبين الإيرانيين. الأسوأ أنه في مشكلة تواصل بينك وبين قيادات أساسية بحزبك. ليه عم أقول هيك؟ لأن أنا عم بفترض كل شيء قلته صادق فيه. أقول لكم وبكل صدق، وبدكم نحلف يمين بحلف يمين، إيران لم تأمرنا بأمر ولم تبلغنا بقرار ولم تطلب منا أي طلب، لا في الشأن المحلي ولا في الشأن الإقليمي أبدا. نحن قيادة مستقلة، نحن ندرس، نحن نقرر، نحن أحيانا نسترشد بآرائهم وبخبرتهم، ولكن ولا يوم أعطونا قرار افعل لا تفعل، اقبل لا تقبل. طيب يا سيدي، أولا هددتنا أنه بدك تحلف وما حلفت. منيح اللي ما حلفت، لأن قبل ما تحلف إذا في أوامر إيرانية أو لا، حل مع حزبك بالأول. خي شو بدي شو بيقولوا خصومك؟ حزبك شو بيقول بخصوص الأوامر الإيرانية وأوامر ولي أمر المسلمين؟ شو بيقول؟ أشار نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى أنه تحت إمرة الولي الفقيه قدم الحزب تجربة عظيمة في لبنان. أضاف: تحت أمرة الولي الفقيه تم تحرير الجنوب ودحر العدو. نائب أمين عام حزب الله عم بيقول نحن حققنا كذا وكذا بإمرة الولي الفقيه، مش بمشورة، مش برأي، بنصيحة الولي الفقيه. نائب أمين عام حزب الله عم بيقول نحن عملنا هيك وهيك وهيك بإمرة الولي الفقيه. طيب في حدا إذا مش فهمان تركيبة الحزب ومش فهمان العلاقة بين الحزب وبين الولي الفقيه، يا الأمين العام مش فهمان يا نائب الأمين العام مش فهمان، بس اثنين ما بيصير يكونوا صح. إذا اثنين عم يحكوا المضبوط برجع بقولها. الأمين العام بيقول ما في أوامر، نائبه بيقول نحن بنشتغل بأمرة الولي الفقيه. أنت عم تقول لي بدي أحلف، برجع بذكرك ما حلفت.
أنا بتحداك تحلف. أنا نديم قطيش أتحدى حسن نصر الله أنه يحلف أنه حركة حزب الله السياسية والأمنية والعسكرية ليست بيد الولي الفقيه. بس قبل ما تحلف، لأنه بدي أكون شفاف معك، خليني ذكرك بهالكلام. ولاية الفقيه أن نأتي ونقول قيادتنا وإدارتنا وولاية أمرنا وقرار حربنا وقرار سلمنا وكذا هو بيد الولي الفقيه. طيب هلا بيطلع حدا بيقول لك كلام قديم وكلام جديد وما بعرف شو. أولا الكلام عمره كم سنة، مش قديم. ثانيا هذا كلام عقائدي، مش موقف سياسي. تغيرت المعطيات بيتغير الموقف السياسي، هيدا موقف عقائدي ثابت. طيب إذا قرار حربك وسلمك بيد الولي الفقيه، باعترافك، بصوتك، بلسانك، أولا كيف بدك تحلف؟ وأنا برجع بقول أتحدى أنه يحصل قسم له علاقة بهذا الموضوع. عم بحكي والعالم كله عم بيسمع، وأنا بعرف أنه أنت بتسمع. إذا قرار حربك وسلمك بيد الولي الفقيه، انه انا اليوم بتكل على كرم اخلاق الولي الفقيه، انه والله مساقبي هلا ما عم بيعطي اوامر، على فرض انه ما في اوامر، عشو بتكل؟ بنقطة تانية طرح نصر الله مسألة أخلاقية ودينية إلها علاقة بالحرب باليمن. لما بدك تأيد حرب، عندما ترضى أي إنسان في العالم يرضى بهذه الحرب هو شريك فيها، شريك في إثمها يوم القيامة. لو على إسرائيل نحن كنا حاضرين نكون جنود في هذه المعركة، بس على شعب عربي وشعب مسلم لا. كل واحد لازم يقعد يفكر قبل ما يقول كلمة يتحاسب عليها في يوم القيامة. بالدنيا يمكن ما حدا يحاسب حدا. على أساس الحرب بسوريا مش حرب على شعب. طيب هيدي مش حربك، حرب حليفك، أنت شريك بجزء صغير منها. حرب حليفك بشار الأسد، منا حرب على شعب. 13 مليون مهجر سوري مش شعب. 300,000 قتيل مش شعب. حمزة الخطيب مش طفل. أطفال درعا مش أطفال. النساء المهجرين من الألمون ومن الضياع الحدودية اللبنانية السورية هول مش ناس. هيدي حرب حلال زلال نازل فيها صور كاملة بالقرآن الكريم، تلتين السنة النبوية عن الحرب بسوريا. ما عم بفهم. عم بتحارب داعش، فهمنا. هول كلهم داعش، كل حلب داعش، كل حما داعش، كل حمص داعش، درعا، ريف دمشق، القامشلة، الحسكة، كل سوريا داعش. اصلا اذا كل هول داعش، شو كان صار له عم يعمل النظام 40 سنة؟ من وين اجت داعش؟ خلينا نقول انتم شو عملتوا بالعراق. السعودية ومن معها آخر شيء جبتوا لهم داعش، ومخابراتكم وبندركم هو الذي مول داعش وجاء بداعش وسلح داعش. يا سيدي عم قل لك في مشكلة تواصل بينك وبين الإيرانيين، وفي مشكلة بالفريق اللي عم يشتغل معك، في مشكلة بالفريق اللي عم يعمل لك بريفنج إعلامي. شو بدك برأي خصومك؟ أنا بدي أسأل الإيرانيين عن داعش. داعش اللي عم بتحاربها السعودية بسوريا بالوقت اللي نظام الأسد ما قال يا محلى الكحل بعينك طول سنتين، موجودة وعندها مقر ومحاكم وبيطلع الطيران بيمرق من فوقها بيقصف غيرها وهي ما بيرميها بوردة. داعش اللي النظام ما ضربها بوردة والسعودية اليوم عم بتحاربها، وانت عم تقلي انها منتج سعودي. طيب خليني اسمع رأي الإيرانيين فيها. وجه محمد علي سبحاني مستشار وزارة الخارجية الإيرانية أعنف انتقادات من نوعها تخرج من مسؤول إيراني حيال رئيس الوزراء العراقي السابق نور المالكي. مواقف سبحاني جاءت في مقابلة عرضها موقع نامان نيوز الإيراني اتهم فيها نائب الرئيس العراقي الحالي رئيس الوزراء السابق نور المالكي باتباع سياسات مذهبية خلال فترة رئاسته للحكومة، ما أدى إلى ظهور بيئة مناسبة لتنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميا بداعش. نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا عن رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني قوله:
القرآن الكريم يؤكد أن لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إلا أننا تجاهلنا هذه الآية وقمنا بإثارة الخلافات بين المسلمين الشيعة والسنة. وأضاف رفسنجاني: لكننا لم نعر ذلك أي اهتمام، وتمسكنا بالخلافات السنية الشيعية وبشتم الصحابة والاحتفال بيوم مقتل عمر، حتى باتت هذه الأعمال عادية للكثيرين. وتابع: الأعمال المثيرة للفرقة بين المسلمين نتيجتها الوصول إلى القاعدة وداعش وطالبان وأمثال هذه الجماعات. راجع الفريق اللي عم يعمل بريفينج، شيلني من الإيرانيين يا أخي عرسي. قبل داعش بسوريا، قبل كل الحرب بسوريا، مين اللي كان عم يستعمل الإرهاب بالعراق؟ العراق، خلينا نقول انتم شو عملتوا بالعراق؟ السعودية ومن معها فلتتم عليه كل الجماعات القاعدة والجماعات التكفيرية، وأنا أعرف والعراقيون يعرفون، وبعضهم قال هذا في وسائل الإعلام، وأنا دائما كنت أطالب وما زلت أطالب الآن العراقيين بأن يملكوا شجاعة أن يظهروا الحقيقة للشعب العراقي ولكل الشعوب العربية وشعوب العالم، أن الذي كان يرسل الانتحاريين إلى العراق وكان يدير إرسال السيارات المفخخة إلى العراق، والذي كان يمول عمليات القتل في بغداد وفي المدن العراقية في الشمال وفي الجنوب وفي الوسط، لا فرق بين كرد وعرب وتركمان وسنة وشيعة ومسلمين ومسيحيين، هي المخابرات السعودية. كمان مرة تكرم عينتينك. الحقيقة المسؤولين العراقيين طلعوا وحكيوا قبل ما جنابك تدعيهم يطلعوا ويقولوا الحقيقة. قالوا الحقيقة وقت كانوا يقولوا الحقيقة، قالوا هو المسؤولين عراقيين. أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الأدلة التي قدمها العراق إلى الأمم المتحدة حول تورط لسوريا في تفجيرات العراق دامغة، وقال إن إنكار دمشق هو سياسة طبيعية، فكل شخص يدافع عن نفسه بالإنكار. وأضاف المالكي: لو أن ما يحدث في العراق من قتل وتفجير وإرهاب حصل في دولة مجاورة ماذا يقولون؟ قطعا سيحملوننا المسؤولية، فكيف إذا كانت المسألة معسكرات وتدريب وإعلام؟ طيب المالكي كان عندك من فترة، اجى عمل لك زيارة، بكرة بيرجع اسأله شو سياق هالكلام، شو سياق هالاتهام. عم نحكي عن شو؟ عن أضخم تفجير عرفه العراق من بداية الحرب من 2003. قال المسؤولية عنه المخابرات السورية، ومش بس عن الانفجار، حكي عن تدريب، عن معسكرات، عن إعلام، عن رعاية، عن احتضان. إذن هون انقلب السحر على الساحر، مش بالسعودية، هون بسوريا. اللافت بخطاب امبارح انه نصر الله ما نفى وجود نفوذ ايراني، مثل ما كل الناس عم تقول في نفوذ كذا. قال انه هالنفوذ له اسباب، يعني بلش يقول انه ما في نفوذ، انتهى بالخطاب عم بيقول خيي في نفوذ، ما هو اهل المنطقه هن رحبوا هن كذا، يعني قاعد يشرح ويبرر وبركي يقنع المشاهدين اللي عم بيسمعوه انه ليه صار في نفوذ ايراني، وبركي على شوي ليه النفوذ الايراني منيح. هاي السياسات وهاي الطريقة الخاطئة هي اللي عم بتوصل انه نعم المنطقة، خلينا نحكي بصراحة، تصبح مفتوحة امام ايران. انتم الذين تدفعون شعوب المنطقة الى ايران. المشكلة عندكم مش عند ايران. ما انتم تنابل، انتم كسالى، انتم فاشلين، انتم ما بتحملوا مسؤولياتكم. طيب انا رح وافق معك جدلا انه في فرقة تنابل انت شو زعجك؟ شو زعجك؟ اذا كنت عربي وفاقوا تنابل العرب لازم تنبسط وتتحمس. اذا كنت عربي وتنابل العرب صار عندهم حيوية لازم تنبسط وتتحمس. اذا عندك غيرة على العرب لازم تكون صحوة التنابل خبر كبير، دهباية، لازم يطلعوا الشباب يقوصوا انه ما فهمت. تنابل فاقوا، انت عتلان هم مبسوط للتنابل اللي فاقوا او زعلان للايرانيين؟ شو اولويتك؟ ليه معصب كنت امبارح؟ روق. بس الواضح من كل خطاب امبارح انه اللي بتريده هو المزيد من الانهيار العربي، المزيد من التفسخ العربي، المزيد من التعب والتردد والارتباك وعدم المبادرة، لأن المطلوب تبقى إيران هي القصة كلها.
بدل ما نفرح للعرب زعلانين لإيران. في فرق بالمقاربة. إيران اللي أعلنت الحروب بكل أشكالها على كل الشعوب العربية. رح أحكي بحلقات جاية عن فلسطين وغير فلسطين وإلى ما هنالك. النقطة الأهم بخطاب نصر الله امبارح هو رسالة الحقيقة وجهها من حيث لا يريد حسن نصر الله لحسن نصر الله. ما عندك منطق، أنت دعمت حربا على شعب، خلاص روح اقعد بالبيت، منطق ما عاد عندك بعد. تصبحوا على خير.